السلام عليكم ورحمة الله. معكم فدوى من قناة مطبخ فدوى، وكيف عودتكم ديما مع الوصفات السهلة والبسيطة. اليوم غادي نشوفوا وصفة كتجي الكوتي أو الفطور، سهلة سريعة في التحضير واقتصادية. وأول حاجة غادي نبداو بها هي غادي ندهنوا المول ديالنا أو المقلة بشوية ديال الزبدة. كندهنوا الزبدة وكنرشوا السميدة باش كنتجنبوا الالتصاق ديال الحرشة في المقلة. وكيف كتشوفوا دابا غادي نرش السميده. ودابا غادي ندوزو نحضروا الحرشه ديال اللبن. وفي المقادير ديالها غادي نحتاجو كاس ديال السكر، الوزن ديالو 140 غرام، كاس الا ربع ديال الزيت، ما كنعمروش الكاس بزاف، وباش غادي نسمها غادي ندير يا اما الحامض يا اما قشور البرتقال، او غادي نكتفي بكيس ديال سكر الفاني. وغادي نزيد قبصه ديال الملح. والمكون الرئيسي ديال هاد الحرشه هو اللبن. غادي نضيف علبه ديال اللبن، السعه ديالها 500 ملي، يعني نصف لتر ديال اللبن. وبالنسبه للسميده غادي نحتاج 500 غرام ديال السميد، نصف كيلو. السميده ديال الحرشه ماشي الفينو، غادي نضيفها كامله. وغادي نزيد 2 اكياس ديال خميره الحلويات، المجموع ديالهم هو 16 غرام. كيف كتشوفوا السميده ضفتها شويه بشويه حيت كاين نوع اللي كيتشرب، وانا هنا احتاجت لي بالضبط 500 غرام. كنخلط مزيان باش ما يبقاوش عندي شي تكتلات ديال الخميره. وهذا هو الشكل ديال الخليط، ما كيكونش خفيف بزاف او ثقيل بزاف. دابا غادي نفرغوا الخليط في المقله اللي وجدنا في الاول.
ودابا غادي ندخلوها الفران اللي يكون ساخن مسبقا على 180 درجه. كنخليوها طيب من التحت مزيان حتى كتنتفخ وطلع لنا مزيان، عاد كنشعلوا عليها من الفوق باش كتحمر. هذا هو الشكل ديالها من بعد ما خرجتها من الفران. كيف كتشوفوا كتجي محمره مذهبه. دابا غادي نقلبها في صحن التقديم. كيف كتشوفوا جات محمره من الجهتين، كتجي مذهبه حيت كنخليوها كطيب على خاطرها بحال الكيكه. وبالنسبه للقالب ممكن نديروا القالب ديال الكيك، وهي سخونه غادي ندهنها بكونفيتير ديال المشماش. وغادي نرش عليها الكوك او جوز الهند. وهذا هو الشكل النهائي ديالها. كيف كتشوفوا بمقادير بسيطة بدون بيض وبمكون أساسي اللي هو اللبن، كنحضروا حرشة سهلة سريعة واقتصادية. كنتمنى تجربوا هاد الحرشة حيت فعلا كتجي خطيرة في المذاق. وكيف شفتوا المقادير ديالها بسيطة بدون تعقيدات وما كتديش وقت طويل، وحتى في الفران ما كنطيبوهاش وقت طويل باش ما كتنشفش لينا. ما تنسوش تدعموني بلايك وتعليق للفيديو وتبارطاجيو القناة مع الأصدقاء ديالكم. نتلاقاو في وصفة جديدة وفيديو جديد. السلام عليكم.